واحدة من أشهر القضايا اللي شغلت الرأي العام في السنين الأخيرة، مذبحة مروعة وجريمة بشعة هزت الشارع المصري ولحد النهاردة. أهلا بكم، أنا شادي سلامة، والنهاردة معادنا مع قصة رعب جديدة. يلا جهز نفسك، طفي الأنوار كلها وهيئ الجو واستعد لجرعة جديدة من الأدرينالين، ويلا بينا نبدأ. يوم 29 ديسمبر سنة 2005، وبالتحديد في قرية شمس الدين التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا في صعيد مصر، بيصحوا الأهالي على مذبحة بشعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. 3 عائلات تم ذبحهم واستئصال أعضائهم بكل وحشية. الأهالي كلها اتجمعت حوالين البيوت اللي حصلت فيها الجرائم، وفي نفس الوقت بتوصل الشرطة والمباحث الجنائية للمكان وبيطوقوه. بس يا ترى ايه هي ملابسات الموضوع ومين ورا الجريمة الشنيعة دي؟ التحقيقات بتكشف تفاصيل مرعبة عن المذبحة، وبتأكد ان الجريمة بدأت بعد نص الليل. وزي ما احنا عارفين ان اهالي القرى عامة في الصعيد بيناموا بدري، وهنا بيستغل القاتل النقطة دي كويس. وبعد ما اتأكد ان الشوارع كلها فاضية، بيتسلل في الضلمة وبيدخل اول بيت من ناحية السطح، لان بعد المعاينة الشرطة مش بتلاقي اي اثار عنف او كسر على الابواب او الشبابيك، فيما معناه ان القاتل دخل من مكان تاني. ولأن البيوت في القرى بتبقى كلها جنب بعض، فالأرجح إن القاتل دخل من السطح. وبيدخل أول بيت وبيقتل رب الأسرة ومراته وأطفالهم الاتنين. بعدها بيدخل على البيت التاني وبيقتل الأستاذ طه المحامي هو ووالدته. وبيختم المذبحة بالأستاذ أحمد المدرس هو ومراته وبنتهم الصغيرة وطفلهم الرضيع. وجنب الجثث بيلاقوا حاجة غريبة جدا، جواز حمام مدبوحة وراسها مفصولة عن جسمها، ومحدش فاهم ايه السبب. أما بقى الجثث فتم قتلها بطريقة غريبة جدا، بتدل إن القاتل مش شخص عادي، ده شخص محترف وفاهم هو بيعمل إيه كويس. كلهم اتذبحوا بطريقة واحدة، بوجود جرح قطعي بادئ من نص الرقبة لأسفل الأذن، وأعضائهم التناسلية كلها مقطوعة، رجالة وستات. ومش بس كده، ده تم استئصال الأعضاء بطريقة احترافية تحسسك إن القاتل ممكن يكون عنده كمان خلفية طبية. وكل ده باستخدام آلة حادة جدا، سكينة أو مشرط، نفذ بيها المذبحة بكل هدوء من غير ما حد يحس بحاجة. وبعد ما القاتل خلص على الضحايا واستأصل أعضائهم، ابتدى يمثل بجثثهم بطريقة وحشية. والتحقيقات كمان بتثبت إن القاتل عمل كل ده، لف على 3 أسر وذبحهم واستأصل أعضائهم التناسلية، وجاب طيور الحمام وذبحها جنب كل أسرة، وكل ده في 2.5 ساعة بس. وما قدرتش المباحث ترفع البصمات اللي موجودة في مسرح الجريمة، لأن الأهالي بعد اكتشاف المذبحة دخلوا البيوت ال3 بأعداد كبيرة. لكن المباحث أكدت إن القاتل ما سابش وراه أي دليل يكشف عن هويته. والأغرب من كده إن مفيش أي آثار للمقاومة من الضحايا، وكأنهم ما حسوش بوجود القاتل، أو إن القاتل ما كانش إنسان أصلا. وبتبدأ بعدها الشرطة تكثف بحثها علشان تحل اللغز الغريب ده، وبدأت تسأل عن علاقات الضحايا بأهالي القرية. فالتحريات بتثبت إن عائلات الضحايا كانوا ناس مسالمين وملهمش أي عداوات مع حد، وإن القرية كلها تعرف بعض، وكمان ملهمش أي خصومة أو نزاع مع حد أو عليهم طار مثلا عند حد. وكل الحاجات دي خلت القضية بتزداد غموض كل يوم، وكل يوم القاتل كان بيبعد أكتر عن قبضة العدالة. ولما المباحث بتاخد شهادة أهالي القرية بيأكدوا نفس الكلام، إن الضحايا ما كانش ليهم أي خصومة مع حد، وال3 بيوت بتربطهم بس حدود الجيرة. الموضوع فعلا دخل في سكة الماورائيات، وابتدت الناس تربط الموضوع بسكة الجن والشياطين والحاجات دي. وده اللي بيدفع وزارة الداخلية لتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى من أكبر ضباط الوزارة لكشف غموض اللغز الغريب ده. وتم وضع خطة بحث شاملة لكل الظروف المحيطة بالمجني عليهم، وتوسيع دايرة الاشتباه تشمل أي حد ممكن يكون ليه علاقة بالضحايا، ومراقبة كل المجرمين والمسجلين خطر الموجودين في محيط القرية وكمان القرى اللي حواليها، ووضع مجموعة من الأكمنة على مداخل ومخارج محافظة المنيا كلها، وده بالإضافة لتحويط القرية كلها بسياج أمني. وبتثبت تحريات المباحث ومعاينات النيابة إن ال3 بيوت اللي حصلت فيهم الجرائم موجودين جنب بعض على طول في الشارع الرئيسي للقرية، وده اللي سهل المهمة للقاتل إنه يتنقل من بيت لبيت من خلال السطح من غير ما يكسر الأبواب أو الشبابيك أو يشتبك مع الضحايا. وهنا بيحكي واحد من أهالي الضحايا، وده يبقى أخو الأستاذ طه المحامي الشاب اللي اتقتل هو ووالدته، وبيقول إنه كان كل يوم متعود إنه يعدي على أخوه ووالدته في البيت علشان يصحيهم يصلوا الفجر. بس في اليوم ده قعد يخبط على باب البيت ومحدش رد عليه،
فافتكر انه معاه نسخة من المفتاح، ولما بيفتح الباب وبيدخل بيلاحظ ان نور الصالة مطفي على غير العادة، فساعتها بيستغرب وبيقرر يروح يصحيهم علشان هنا يكتشف الكارثة. بيلاقي والدته في أوضتها عبارة عن جثة هامدة غرقانة في دمها، وهنا بيصاب بحالة هستيريا وبيقعد يصرخ زي المجنون، وبيجري على أوضة أخوه علشان يلحقه، بس لما بيدخل أوضته بيلاقيه هو كمان عبارة عن جثة غرقانة في دمها. وهنا بيخرج بره البيت وهو بيصرخ وبيستغيث بالجيران، وبعدها ما استحملش الصدمة وبيقع على الأرض مغمى عليه. وهنا ابتدت الأهالي كلها تخرج من بيوتها والأصوات تعلى، وهنا بتصحى زينب وأختها أم هاشم، البنتين اللي ساكنين في البيت اللي جنب الأستاذ طه، وبيبصوا على الناس اللي اتجمعت في الشارع علشان يلاحظوا إن بيوت الشارع كلها اتجمعت ما عدا والدهم ووالدتهم. وساعتها بينزلوا من الدور التاني اللي كانوا نايمين فيه علشان يلاقوا والديهم وإخواتهم أحمد وفاطمة جثث هامدة وغرقانين في دمهم. وساعتها وفي نفس واحد بيصرخوا صرخة سمعتها القرية كلها، وبيقعوا هم كمان على الأرض مغمى عليهم. القرية اتقلبت حرفيا والناس كلها اتجمعت عند البيتين. وفي نفس الوقت بيكون محمود طالب الإعدادية مروح بعد ما كان بايت الليلة دي عند جدته، وكان بيته جنب البيتين اللي حصلت فيهم المذبحة. ولما بيوصل الشارع بيلاقي الناس كلها متجمعة والستات عمالة تصرخ وتلطم، ولما بيبص بعينيه مش بيلاقي والده ووالدته وسط الناس مع ان الشارع كله متجمع. وهنا الرعب بيدب في قلبه وبيجري على البيت علشان يصحيهم، لكن لما بيفتح الباب بيتفاجئ بجثة ابوه وامه واخواته الصغيرين على الارض والدم في كل حتة. فما قدرش يستحمل الصدمة ووقع من طوله جنبهم ومات. وهنا بيكشف للأهالي المذبحة اللي في البيت التالت. القرية كلها اتقلبت في يوم وليلة، والتحريات اللي عملتها المباحث ما وصلتش لأي نتيجة، وده فتح المجال للناس إنها تحط افتراضات كتير للمذبحة، منها مثلا إن الجن هو اللي نفذ المذبحة. وصاحب الافتراض ده بيبرره ويقول إنه مستحيل إنسان واحد يقتل 10 أشخاص في 2.5 ساعة وفي 3 بيوت مختلفة ومن غير ما حد يحس بيه ومن غير أي مقاومة أو حتى صرخة واحدة من الضحايا. ده نفذ المذبحة بكل هدوء وكان بيتنقل بين البيوت بكل سهولة، وكمان ما سابش أي دليل وراه، وده أكبر برهان إن الموضوع فيه حاجة مش طبيعية. وهنا الشرطة بتشتبه في شاب اسمه محمد عبد اللطيف، عمره 27 سنة وبيعاني من مرض نفسي، وتوجهت ليه أصابع الاتهام. وانتشرت ساعتها إشاعة إن المشتبه فيه لقى مقبرة فرعونية في مكان سر في القرية، ولما حاول يخرجها وفشل استعان بالجن اللي طلب منه 5 أعضاء تناسلية للرجالة وزيهم لستات وأطفال و5 رؤوس حمام ويقدمهم له قربان. الكلام انتشر في القرية كلها وفي القرى اللي جنبها كمان، والناس فسرت الكلام بأن شكل الجريمة والغموض اللي حواليها يوحي فعلا بأنها من صنع الجن. والحمام المذبوح جنب الجثث أكبر دليل إن في طقس تم من خلال الجريمة، وخصوصا إن القاتل كان بيختار ذكور الحمام ويذبحها جنب الرجالة، وإناث الحمام وبيذبحها جنب الستات، وأفراخ الحمام الصغير جنب الأطفال. وده إدى انطباع للناس إن فعلا الجريمة طقسية. أما بقى الافتراض التاني إن الجريمة دي لو كان اللي ارتكبها إنسان مستحيل يكون فرد واحد، لأنه من رابع المستحيلات شخص واحد يقتل 3 أسر في 3 بيوت مختلفة في الوقت ده لوحده. لكن الجريمة تمت على إيد عصابة أو مجموعة من اللصوص. بس اللي يبطل الافتراض ده إن مفيش أي مسروقات تم اكتشافها في البيوت ال3، وده أكبر دليل إن الجريمة ما كانتش بدافع السرقة. وبعد 7 جلسات من محاكمة المتهم بيتم تبرئته لعدم كفاية الأدلة، وده لأن بعد الكشف عليه اكتشفوا إنه شخص طبيعي ومش مضطرب نفسيا ولا حاجة، وإنه مستحيل ينفذ المذبحة دي لوحده، خصوصا إن عملية قطع الأعضاء التناسلية تمت بطريقة دقيقة ومحترفة جدا تأكد إن القاتل عنده خبرة طبية ومش شخص عادي أبدا. وهنا بتتقفل القضية وبتتأيد ضد مجهول، وتحولت للغز محير محدش عارف له أي حل لحد النهاردة. ولحد هنا بتنتهي القصة. أتمنى لو الفيديو عجبك تدعمني بلايك وتشترك في القناة، وما تنساش تكتب لي رأيك تحت في الكومنتات وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي.